مكملين سوا الأساليب الغلط اللي بتزود الفجوة واللي بتزود الألم واللي بتطلع كل اتنين متجوزين خسرانين، ويعني جايبين آخرهم من بعض. في أسلوب كده خبيث قوي، وأنا شخصيا ده من أكتر الأساليب اللي بخاف منها، وهي أسلوب الانتقام. الانتقام. عايز بس افكر اللي بيسمعونا انه احنا بنتكلم عن انه شخص في العلاقة الزوجية عمل حاجة ضايقت الشخص التاني، سواء السلوك ده كان مرة واحدة او سلوك متكرر. انا اتجرحت. واحد من الاساليب الغلط اللي احنا بنعملها لما بنتجرح ان احنا بنسكت، ما بنتكلمش خالص، بس بنقرر انه احنا ننتقم. يعني هدي مثل بسيط في موضوع الانتقام ده مرمر، انه تخيلي مثلا انا وانتي رحنا زورنا مامتي، فانا حسيت انك انتي مش بتعاملي مامتي كويس، او بس أنا بعمل طنط كويس. طبعا جدا جدا حماتك يعني. ونتيجة ده انا سكت، ما اتكلمتش معاكي انه ليه انتي بتكلميها كده، بس قلت بس الاسبوع اللي جاي احنا رايحين عند اهلك، فانا اللي انتي طلعتيه على ماما هقوم عامل فيه ايه. انا فاهم انه وانا بعمل السلوك ده ان انتي هتفهمي انه انتي عملتي حاجة غلط مع مامتي، فهتعدلي ده. انا بعمله بنية كويس، لكن انا مش ببقى واعي قوي. بنية كويسة، يعني مرات عايزة أقف مرات عند الحتة دي شوية، لأنه بحس الانتقام يعني إزاي يبقى بنية كويسة؟ يعني مرات بعمل ده علشان هو يحس اني لما يجي عند اهلي مرة تانية ياخد باله من ده، وانا طبعا مبقاش فاهم او واعي انه انا من تحت لتحت بنتقم، انا برد الحاجة اللي هو عملها علشان اضايقه نفس الضيق اللي انا اتضايقته، فبالتالي هو بيحس انه ده أنا انتقام. عايزة أحسسك اللي اه أنا حسيته، اه فبدل ما أقولهولك وأفهمهولك وأشرحهولك فده يكبر التواصل بيني وبينك، لا ده أنا هعمله فيك فحسسهولك. بالظبط، ده رد فعل خاطئ تماما بالنسبة للشخص المجروح. احنا مش ضد ان الحاجة دي ضايقتك، بس بدل ما تعمل ده لا، انت المفروض انك تروح هتتكلم. احنا مرات بنبقى فاهمين انه ممكن الطرف التاني ياخد باله، لكن ما بتبقاش كده، بيبقى ده انتقام لا واعي، يعني انا بمارسه بلا وعي، والاخر بيقفشه، يعني بيبقى فاهم انه ده نتيجة حاجة هو عملها فبيزود، فهو كمان بينتقم، فهي كمان بتنتقم. يعني دايرة زي الغضب كده، دايرة مقفولة احنا جواها ومش هنطلع منها. تيالي الكارثة كمان لما مش بيبقى الانتقام في الأمثلة البسيطة، يعني مش قصة بس انه انا رحت لبيت الاهل فعملت سلوك فبرد في بيت الاهل التاني، لكن هتبقى كارثة لو هي انا اكتشفت خيانة الزوج فانا قررت انه اعمل ده، حصل. او انه جوزي اهني قدام الناس فانا هقرر اعمل ده. في امثله كتير من الحاجات الخطيره واللي في وجهه نظري كارثيه لو الدايره فضلت احنا الزوجين ماشيين في حته انه انت عملت ده فانا هعمل ده قدام عشان احسسك، عشان ادوقك من نفس الكاس اللي انا شربته. احنا هنا بنودي البيت لفين؟ بنودي البيت في حتة سيئة جدا، وساعات بدي لنفسي المبرر اني اغلط مادام انت غلطت. يعني انت غلطت فانا عندي كل الحق كمان اني، فانت بتغلط وضايقتني فانا كمان عندي الحق ان انا اغلط فضايقك. فالانتقام مش رد فعل خالص جيد لمواجهة المشاكل. واحنا بنتكلم كده انا بفكر هو في مبرر انه انت كسرتني فانا هكسرك؟ لا. وممكن اكسرك بشكل يعني كسرتني فانا هكسر اللي قدامي الضعف بقى. بص يا مرمر، احنا فريق واحد، مفيش حد كسبان ومفيش حد خسران، احنا الاتنين يا اما احنا الاتنين كسبانين يا اما احنا الاتنين خسرانين، لان احنا تيم واحد، احنا ضفة واحدة. احنا بتواجهنا تحديات كتير، تحديات جوانا وبرانا، احنا علينا ان احنا نمسك في بعض قوي علشان نواجهها. لو احنا الاتنين عكس بعض يبقى اقل تحدي هيكسرنا.
ده بيوديني لأسلوب تاني غلط يا شادي. ويمكن احنا بنتخيل انه ده الأسهل، يعني الصعب والخبيث هو الانتقام، لكن في الأسهل اللي هو هقطعك. ومتهيألي ده شوية أنا مش عارفة قوي هل الأزواج بيعملوه. يعني أنا بتخيل إنه الزوجات أو الستات أكتر بيعملوه، إنه مالك اللي ضايقك مفيش، مالك ايه اللي ضايقك مفيش. دي الكلمة المعتادة. وتخيل انه مفيش دي اللي هو يعني انت هتفهم لوحدك، او انت المفروض تفهم لوحدك. فهو بيبقى الزوجة متخيلة انه هو المفروض يفهم لوحده، مع ان انا متهيالي انه الراجل لا، محتاج تتقله كده صريحة، انا اتضايقت من 1 2 3. طب انتي هتصدقيني في اللي انا اقوله لك؟ انا اعرف ازواج المقاطعه ممكن تعدي ل6 شهور والسنه ما يكلموش بعض، وبيسمحوا للمسافات انها تبعد قوي. ويعني مش عايز احكي عن الاسباب، لان الاسباب يعني ممكن تضايقنا. اسباب بسيطه جدا ممكن تخلينا بال6 شهور ما نتكلمش، وبال7 شهور وبالسنه. واحنا الفكره بس بتاعت المقاطعه ان احنا لما بنرجع تاني بعد اي فتره بنبقى متحفزين قوي، بنبقى سائرين قوي، بنبقى غضبانين قوي قوي قوي. المقاطعه واحده من الحاجات اللي مش بتودي ولا بتجيب. ودايما بقول انه هو هيحس، او هو هيفهم، او هو عليه انه يهتم، او هو عليه انه يفكر، بالذات البنات او بالذات الستات، انه عليه انه هو يفكر ويهتم فيعرف ايه اللي مضايقني. مش بالضرورة ده بيحصل، او مش كتير ده بيحصل، بس احنا كرجال احنا علينا ان احنا نسمع ايه اللي ضايقك، لانه في حاجات كتير ممكن تكون ضايقتك انا مش عارف ايه هو اللي ضايقك. فاحنا بنختم كأننا بنقول انه ولا روح للطريقة بتاعت الانتقام لانها بتكسر، ولا روح لطريقة المقاطعة لانه المقاطعة مع الوقت هتفقدنا ان احنا نتكلم، هتفقدنا انه نبقى بنتواصل. متهيألي انا فاكرة قوي في الاول ما كنتش بعرف اعبر كتير قوي عن اللي مضايقني، فكنت بسكت وانا مش عارفه اعمل ايه. لكن لما اتعلمت انه لا، انا محتاجه اتكلم عشان انت تفهمني، عشان تفهم ايه اللي مضايقني، ده اللي وصلنا النهارده ان احنا بنفضل نرغي. انا نفسي اشجع اي حد بيسمعنا انه ما يسيبش فجوه كتير، او ما يسيبش يعني روح الخصام او الزعل كتير في البيت، لكن علينا ان احنا نحسم الامور بسرعة، لانه عامل الوقت مهم جدا في الزعل. ما نسيبش الزعل او المقاطعة تستمر وقت طويل جوه البيت علشان ما تأثرش على علاقتنا.